فلان عمل ايه، فلان ما عملش ايه، وبنبدا ان احنا نهاجم بعض. يا حبيبي مش وقته، يا بابا مش وقته. انت فاهم الفكره؟ اوكي. انتوا بتعرفونا اللي احنا عارفينه. نقدر نقول ان اللي بيحصل دلوقتي ده شرارة او بداية للتغيير الحقيقي. وهو ده اللي ممكن فعلا يكون يتقال عليه اثر الفراشه. يعني هو ده ممكن يكون الشيء اللي هيعمل تغيير في المستقبل. 3 2 1 بدأت من البداية. ازيك يا مؤمن؟ أه محتاجين نفتح الكاميرات. فتحت يعني انا فتحت. فتحت هنا. هنا لا. اوكي. ممكن. تمام. نبدأ. عاوز تسقف انت؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هلا والله. ازيك يا مؤمن؟ ازيك يا ابو بكر؟ كان نفسي الصراحة في أول بودكاست ليا معاك إن احنا نتكلم يعني عن بعض أكتر. أنا كنت عايز أتكلم عن تجربتي مع مؤمن بسيوني أكتر، بس إن شاء الله ده يكون في بودكاست تاني، لأن موضوع الفترة دي وكأول بودكاست برضو نعمله، حاسس إن هو موضوع لا محتاجين في كلام كتير احنا محتاجين نتكلم فيه في الموضوع احنا ده. محتاجين كل كلمة نقولها، كل موضوع نفتحه في نقاشاتنا الحياتية حتى ندخل فيها الموضوع ده، ندخل فيها التغيير ونعمل اسقاطات على اللي بيحصل. وطبعا قبل اي حاجة لازم ما نوقفش دعم للقضية، قضيتنا، وعلى يعني نعمل كل اللي في ايدينا. طيب ايه اللي في ايديا؟ انا في ايديا ان انا ادعي، انا في ايديا ان انا اشارك، في ايديا ان انا اي دعم اقدر اقدمه سواء مادي او آه، روحاني والهي. فهو ده اللي في ايدينا لحد ما نقدر نوصل لحاجة اكثر عدلا باذن الله. يعني بس لازم اي حاجة بنعملها في حياتنا ندخل فيها الموضوع ده ونفضل نتكلم عنه، ما ينفعش نوقف كلام. السؤال اللي بيراودني دلوقتي، واحنا ليه، احنا ليه بننسى؟ يعني ليه في أحداث حصلت في أوقات مختلفة في حياتنا، وتقريبا كل مرة احنا بناخد نفس الرياكشن اللي احنا بناخده دلوقتي. مش نفسه زي ما ويجز قال. يعني في ويجز قال في اللقاء مع الجزيرة، الحاجات اللي بتحصل دي مش هتحصل في 2023، مستحيل تحصل في 2023. انه يبقى في هي بتحصل لمجموعة من البشر واحنا بنكون واقفين وبنتفرج. ده كان بيحصل زمان، تمام، ما كانش فيه الانفتاح اللي موجود دلوقتي على الاقل في الانترنت، وان احنا قادرين نشوف اللي بيحصل بشكل حقيقي، مش مجرد ان احنا قاعدين ورا شاشات الاعلام بتاع التلفزيون ومستنيين اللي هم يقولوه لنا وبس، والله اعلم بيخبوا ايه وبيقولوا ايه. لا، دلوقتي كل حاجة باينة من الناس بشكل مباشر، من الناس اللي جوه. فده مستحيل. هو حصل، يعني حصل انه بدأ، بس مستحيل يستمر، مستحيل الموضوع يكمل بإذن الله. نقطة التغيير اللي انت اتكلمت عنه انه حصل من الناس، او ان الوعي كان بادئ من الناس. عايز اتكلم في حتة التغيير بالذات، اللي هو اللي اتغير المرة دي او المختلف المرة دي عن اي مرة قبل كده. ايه المختلف عن اي مرة قبل كده؟ المختلف رقم واحد ان احنا قادرين نشارك حياتنا مع بعض من خلال المنصات اللي موجودة بتاعت السوشيال ميديا كلها عموما. احنا قادرين نشارك الحلو مع بعض، كل حاجة يعني كل حاجة جميلة في فلسطين أنا كنت بشوفها أصلا من قبل ما يحصل اللي بيحصل ده. كانوا الناس اللي موجودين هناك بيشاركوني، سواء فيديوهات بيعملوها للأماكن اللي هناك، أو فيديوهات للأكل اللي هناك، أو للحياة الطبيعية والجميلة اللي هم كانوا عايشينها. اللي بالمناسبة لازم نبقى واعيين واخدين بالنا دايما ان هم ناس كانوا عايشين عندهم حيوات، مش مجرد أرقام. فكرة ان هما مجرد ارقام دي مشكلة. يعني لازم نركز على الحتة دي. الناس بتتعامل معاهم فعلا كمجرد ارقام، الجانب الروحي في كل بني ادم فيهم تقريبا يعني اتشال خالص. انا حاسه قوي لاني كنت بتفرج على ناس من فلسطين فعلا. يعني انا دايما بستقبل محتوى، فمن المحتوى اللي انا كنت بستقبله ناس في فلسطين وبيعملوا محتوى من هناك. فكون ان هم كانوا بيشاركونا اللي بيحصل كويس في حياتهم والحاجات الجميلة اللي موجودة، طبيعي ان هم قادرين يشاركونا. الحمد لله ان هم قادرين يشاركونا المهزلة اللي بتحصل اللي ما ينفعش يتقال عليها غير انها جماعية. فده التغيير اللي فارق، ان دلوقتي بقى متاح، بقى عندنا سلاح كده في ايدينا
وهم بيستخدموه ضدنا برضو على فكرة، يعني هم اصلا اللي مخترعينه. السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بس هو سلاح، احنا في ايدينا زي ما هو في ايديهم. فاحنا الحمد لله ان السلاح ده موجود، وهو ده اللي ممكن فعلا يكون يتقال عليه اثر الفراشة. يعني هو ده ممكن يكون الشيء اللي هيعمل تغيير في المستقبل. كده كده احنا عارفين ان هي بتاعتنا، كده كده الارض بتاعتنا، كده كده احنا عارفين كده كده بتاعتنا، كده كده هتيجي. ووعد ربنا حق. هتيجي. يعني الحمد لله ان احنا قادرين نعمل تأثير دلوقتي، ان شاء الله هو اللي هيسمع بعدين. وهو ده التغيير البسيط اللي ممكن يطلع من بني ادم واحد، فيخلي التاني، فالتالت، فبقوا 1000، 100,000. في ملايين دلوقتي واعيين بالموضوع، عرب وغير عرب، مسلمين وغير مسلمين، وكل الديانات وكل حاجة. وتخيل ان كل ده في الاخر كل فرد مننا بفعله البسيط كان ليه تأثير على النتيجة النهائية الكبيرة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. ده حقيقي، التأثير تأثير كبير وواضح حتى لو فردي. فكرة بقى التغيير الحقيقي، امتى يحصل التغيير الحقيقي الجذري بجد في الموضوع ده؟ يعني انا شايف ان النقطة اللي فصلت السنة دي بجد والمرة دي عن اي مرة قبل كده، ادراكنا احنا للموضوع. احنا دلوقتي حتى لو مفيش حرب، شوف فكرة التعامل الناس مع المنتجات اللي احنا بنستوردها من بره، وفكرة تعاملهم دلوقتي مع المنتجات المحلية. ادراك الانسان ان هو لوحده، او ان هو كفرد، مش هو لوحده، ان هو كفرد فعله البسيط ده ممكن ان هو يعلي شركات وينزل شركات. يعني انا شايف ان الفكرة الاساسية، او انه اول خطوة المفروض ان احنا كلنا كنا ناخدها من البداية، ان احنا نغير منظورنا الفكري ناحية الموضوع ده. الطريقة اللي انا شايف بيها العالم من حواليا، احنا دايما كنا شايفين العالم الغربي عامل ازاي. شوف دلوقتي كل الاصنام اللي هم كانوا بانيينها في اذهان العالم كله، دلوقتي بس وسبب القضية، مش هقول ان هي احنا دلوقتي بدأنا نكسرها جوانا. العالم كله بدأ يكسرها، العالم كله بدأ يشوف الحقيقة. فمجرد او النقطة اللي تغير فيها منظورنا كلنا ناحية الموضوع ده، بدأنا ندرك فعلا ان احنا ممكن نعمل تغيير. فاول خطوة ناحية التغيير بالنسبة لي هي انك تدرك ان انت ممكن تعمل تغيير اصلا. ده حقيقي. فلما ادركنا ان احنا ممكن نعمل تغيير، كل واحد لوحده في البداية لوحده. كان بيقلل جدا من تأثيره، اللي هو انا يعني هفرق، هو انا يعني هعمل ايه. ايوه في الاول احنا فعلا، انا حسيت الاحساس ده، انا مش هنكر. احنا طبيعي نحس ان احنا كل واحد لوحده في الموضوع، مفيش مش قادرين نحس ان ممكن صوتنا فعلا يعمل تأثير، مش قادرين. هو لحد دلوقتي ما عملش التأثير اللي احنا مستنيينه، بس ده امر ربنا بقى. يعني دي حاجة احنا عملنا اللي علينا، احنا بنعمل اللي علينا. محتاجين ندرك ان امر ربنا ده ليه حكمة. بالظبط. يعني اللي بيحصل دلوقتي ده بالظبط، رغم كل الخسائر اللي احنا بنتعرض لها، وبقول احنا لانه احنا الخسائر دي كلها ليها مقابل، او ليها اثرها وليها نتيجتها. ولو شفت دلوقتي الفيديوهات اللي بتنتشر، للناس كتير بدأوا يهتموا اصلا بالاسلام، وان هم يقرأوا القرآن ويعرفوا اللي بيحصل ده بيحصل لمين وهم ليه ثابتين كده. الموضوع بجد مؤثر بشكل كبير في العالم كله، مش فينا احنا بس. تشوف هو التغيير حاصل من اول الافراد، من اول انا ومن اول انت، وصولا للعامة، يعني للإنسانية. ان احنا اي حاجة هنعملها ممكن تفرق، وده حقيقي. يعني كنا وصلنا برضو تحديدا لحتة ان احنا كنا حسينا كده في لحظة معينة ان احنا لوحدنا، وان صوتنا ما بيفرقش، وان ما فيش اي حاجة بتفرق. بس مش ده اللي حصل. يعني انا بوجهة نظري ان 90% من شعوب العالم دلوقتي فاهمين الموضوع. هم كانوش فاهمين، هم بجد كانوا عايشين في جهل. ليه؟ لان كان يعني لحد دلوقتي على فكرة نفس الوضع. يعني الوضع ما اتغيرش خالص في الاعلام الغربي زي ما هو، مفيش فرق. هو نفس اللي كان من 100 سنة او من 70 سنة عشان نحدد اكتر، هو نفسه اللي موجود دلوقتي. ما فرقتش خالص. نفس الكلام بيتقال تاني، نفس الكذب بيتقال تاني، يكذبوا كذبه ويرجعوا يقولوا يصدقوها اولا وبعدين ينفوها تاني. يعني هم يكذبوا كذبه يصدقوها وبعدين يطلعوا يقولوا لا احنا ما قلناش كده، لا احنا ما فيش، عشان ما فيش حاجه تثبت. تخيل ان هم مصدقين الكذبه، بيخلي فعلا الموضوع بيتصدق.
ايوه تأثيره لما فعلا انت لما كبير. تكون عندك، انت قاعد قدام التلفزيون وفي ايدك ريموت، مم. كل ما تقلب على قناه تلاقيهم بيقولوا نفس الكلام، نفس الكلام حرفيا يعني، مش شفنا نفس شفنا الكلام الفيديوهات بالمعنى، لا شفنا هو الفيديوهات دي نفس السكريبت. شفنا الفيديوهات دي. ايوه كلنا شفناها، كلنا عرفنا اللي فيها. فده اللي كان بيحصل على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، فما كانش فيه تغيير بيحصل. مم. اللي حصل المره دي بقى ان في السوشيال ميديا، في انا بتكلم وانت بتتكلم واللي بيسمع بيتكلم وكل واحد بيتكلم، انا وانت وكل واحد. كل واحد. وده يعني اللي احنا عايزين نتكلم فيه، قوة تأثير الفرد الواحد الأول، إن هو لما يصدق إن هو يقدر يحدث فرق. الشيء اللي ممكن يقف قصاده في الوقت ده هو احتقاره، أو مش احتقاره بقى، بيسموها إيه، امتهانه للتأثير اللي هو ممكن يحدثه. وان هو يبدا يحتقر تاثيره، مثلا ان هو يحس انه عاجز ومش هيعمل حاجه. بالظبط. كنت بقول دلوقتي اني افتكرت حديث كنت بدور عليه دلوقتي على التليفون، حتى لما لقيت تكملته الموضوع بجد تحسه بيتكلم عننا دلوقتي. كنت هقول لا يحقرن احدكم نفسه. لا يحقرن احدكم نفسه دي ان انت تكون فعلا مؤمن بقوة تأثيرك مهما كان قلته مثلا في نظرك. لا يحقرن احدكم نفسه. شوف بقى تكملة الحديث اللي أنا شفتها دلوقتي: أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، تمام، فيقال له ما منعك، فيقول مخافة الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخاف. يعني يكون أمر الله فيه مقال، يعني إيه؟ أنت في حاجة المفروض تقولها في الموقف ده، في حاجة لله، في كلام أنت لازم تقوله على الأقل لله، تكون خلاص أنت يعني عملت اللي عليك على الأقل بأقل شيء. عشان كده بدأ الحديث بلا يحقرن أحدكم نفسه. متحتقرش تأثيرك مهما كان بسيط. على الأقل قول اللي انت هتقدر تقوله، على الأقل اعمل اللي انت تقدر تعمله. لأن كل واحد لو فضل يقول والله أنا كلمتي مش هتأثر، أنا مقاطعتي مش هتأثر، طب ما أنا هقول كده وانت هتقول كده وفلان اللي جنبنا هيقول كده واحنا كلنا هنقول كده، وبعدين هنصدقه ومش هنأثر فعلا. وبعدين ما هو الفكرة ان كلنا لما نكون مؤمنين بده ونبعد عن أول معوقات التغيير اللي هي ان احنا نحتقر تأثيرنا أصلا أو ان احنا ما نكونش مؤمنين بيه، هنا برضه هنبدأ نحدث تغيير فعلا. لا يعني انا الحديث بيقول نفسه يعني، وبيتكلم عن شخص بالظبط. يعني. انت دلوقتي مش مطلوب منك ان انت تستنى الجماعة المجموعة يعني تاخد الخطوة. لا، انت من نفسك، انت واحد، انت فرد قاطع، مقاطع لوحدك. انا مقاطع، قابلت ابو بكر، رحنا نشتري ازازة مية، ابو بكر قال لي ازازة المية هي، قلت له لا دي انا مقاطعها. ابو بكر هيبدأ يتساءل انا مقاطع ليه، فاحس ان انا ايه ده، في حاجه غلط يعني. بالظبط. طب هو انا ليه مش مقاطع؟ طب هو فيقعد احنا مع في نفسه ايه؟ ويحاسب نفسه. بالظبط. والموضوع ده مش في المقاطعه بس، يعني انا نفسي ان احنا نطبق ده في كل حياتنا، لان انا عايز اتكلم في الموضوع ده من زمان جدا. فكره ان احنا كلنا بنعمل حاجات غلط، والمجتمع بيعمل حاجات غلط ومعترف بيها، على ان هي خلاص هي حاجه عاديه، ما كل الناس بتعمل كده. فلما يجي واحد يقول لك لا انا مش هعمل كده، اللي هو ايه يا عم، انت هتعمل فيها عامل فيها. فلا، دي الإقامة. كل واحد يعمل اللي هو شايفه صح، أو يعمل الصح بعيدا عن الناس بتعمله أو لأ، بعيدا عن الناس معترفة بيه أو لأ. اعمل انت الصح، هتلاقي واحدة واحدة الناس حواليك بدأت تتساءل: طب ده صح، طب احنا ليه مش بنعمل ده؟ طب ما هو في حد هو بدأ يعمل حاجة تانية، ليه ما عملش أنا كمان ده؟ فكرة السؤال بس كفاية انك تخلي في لهم تساؤل اشمعنى. فده شيء جدا مهم ان الواحد ما يحتقرش ابدا تأثيره لوحده، لان كل واحد لو عمل نفس الشيء ده، ما احنا بقينا كلنا بنأثر. احنا لو خدنا الكونسبت ده، التغيير ده او التأثير اللي ناتج عن فرد، لو خدناه وطبقناه على حاجات كتير هتلاقيه ظابط. لو خدناه بقى على المثال اللي فعلا واضح لينا كلنا دلوقتي وهو بتاع المقاطعة، انا كمؤمن قطعت الشركة المعينة. الشركة دي انا كنت بجيب منها ازازة مية كل يوم. انا كل يوم، انا ممكن بتكلم عن المية عشان انا فعلا انا بستهلك مية كتير جدا. وانت لو ما بتشربش مية اشرب مية لو سمحت. اشرب ميه. فانا بجيب ازازة مية كل يوم من الشركة دي، فطالع من جيبي مبلغ معين يوميا للشركة دي، يعني في الشهر مبلغ وقدره، يعني في السنة مبلغ وقدره. خلينا نقول في الشهر، لانه احنا فعلا في الشهر.
انا قطعتها بعد ما كنت بستهلكها بشكل يومي. انا كفرد لوحدي قطعت، ابو بكر شافني مقطعها، وطبعا في بدايل، البدايل موجوده، احنا عارفين ان البدايل موجوده. فانا قلت له لا بلاش نجيب دي، تعالى نجيب دي. انا بشرب ميه لسه، انا ما تاثرتش، انا شربت نفس الميه اللي انا عاوز اشربها. الشركه لما انا قطعتها ابو بكر شافني اما قطعها، ابو بكر راح قابل بسام، فبسام برضو اما قطع. احنا التلاتة قعدنا مع مجموعة فلقيناهم اصلا من نفسهم مقاطعين، كل واحد لوحده. فبدأنا نحس بالتأثير اكبر، بالتأثير اكبر، بالتأثير اكبر. ده ممكن يوصل لحد فين؟ يوصل ان الشركة يحصل فيها خسارة فعلا واضحة وصريحة وباينة وكده، يعني السهم مش نازل كده لا هو نزل كده فجأة. فده يعني نتمنى انه على الاقل الشركة دي تقول انا خلاص ما عدتش هدي فلوس للناس دي. يا عمي حتى لو الشركة ما تأثرتش، خدها من باب الكرامة، كرامة نفسك كده، ان انت ده كده اصلا كده ما ليه تدعمهم؟ دعمك ليهم اللي بيحولوا الدعم ده لدعم بشكل تاني. يعني مش عايزك، مش مم. عارف ينفع اتكلم عن ده اصلا على اليوتيوب ولا لا. لا بلاش يعني احنا عارفين اللي فيها كلنا و... واي حد بيسمع احنا فاهمين كويس قوي اللي بيحصل. احنا مش غرضنا اصلا ان احنا نوصل للناس، احنا خلاص يعني عرفنا، الناس عارفة. احنا عرفنا، بس انا متضايق برضه من احنا فكرة ان تعبنا في لحد الموضوع. دلوقتي، لحد دلوقتي الناس بتقلل من تأثيرهم، لحد دلوقتي الناس مش مؤمنة ان هم ممكن يكملوا. انا نفسي انه الموضوع ده ميبقاش ترند زي كل المرات اللي فاتت. مستحيل، باذن الله مش ترند. احنا لازم بس يبقى نفسنا طويل شويه، لازم هو كده كده عشان نبقى واضحين بس مع بعض. كده كده المنصات الكبيره على السوشيال ميديا هتاخد الموضوع ترند، هتاخده ترند. يعني لما يبدأ الناس يقل اهتمامهم بيه هيبطلوا ينزلوا عنه حتى لو هو فضل مستمر. هو ده اللي بيحصل دلوقتي بس احنا اصلا الوعي جوه دماغنا مش هيتغير. المشاهد اللي احنا شفناها دي هتتشال من دماغك يا ابو بكر، هتتشال من دماغك، مش هتتشال. الحاجات اللي احنا شفناها دي خلاص اتحفرت. يعني وانا صغير من كام سنة كان كل اللي انا عارفه عن الموضوع القصة بتاعت الضرة وبعض الاناشيد والحاجات اللي امي كانت بتقعد تقولها، وبعض الحاجات الدينية اللي بس يعني حاجات كده بسيطة جدا اللي كانت توصلنا للقضية. فكان ادراكي بيها اصلا ضعيف، ادراكي بيها كان ضعيف. بس انا عارف ان هي بتاعتنا. بداية التغيير اللي حصلت لي فعلا واللي خلتني ابقى يعني دمي حامي كده على الموضوع هي المرة دي 2021 21. الشيخ جراح، وحوار اقتحامات الاقصى، وان هما ما كانوش مانعين الناس، كانوا مانعين الناس يصلوا فيه، والحوارات اللي حصلت كان في حاجات بتحصل، ضرب بيحصل جوه المسجد الاقصى يعني. فمن اولها كده وانا بدات ابقى حامي. الواحد حاسس الموضوع ده كان قريب قوي، اللي هو فعلا سنتين. وانا اللي كان مخليني متضايق جدا ان الموضوع اختفى فجاه. هو راح فين؟ معرفش كان وصل هو ده اللي لايه انا خايف اصلا. منه انه يحصل دلوقتي كمان. مستحيل اللي بتحصل دي تختفي باذن الله يعني. يعني المره دي مختلفه، المره دي هم هبل يعني. هم دلوقتي هم خدهم الغرور وخدهم اللي بيحصل كل مره يعني ال... اللي بيعملوه. هي دي عادية ما طيب. اعرفش، بس انا مش عاوز اقول، مش عاوز اعترف بوجودهم اصلا. اللي اسمهم ايه بيعملوه، اللي مالهمش اسم، اللي ما يتسموش. اللي ما يتسموش بيعملوه. في دول كتير عملته قبل كده، منهم امريكا، واحنا كلنا عارفين ان الحوارات دي كلها مبنية اصلا على الزر. بس ما كانش فيه وقتها الوعي اللي موجود، وما كانش فيه السلاح بتاع ان احنا كلنا قادرين نشوف كل حاجة بتحصل في كل حتة في نفس الثانية لايف. يعني ممكن واحد جوه اللي بيحصل يطلع موبايله ويطلع لايف، وتلاقي فيه 100,000 بيتفرجوا دلوقتي حالا. احنا شايفين اللي بيحصل جوه. قبل كده كان زي ما كنا واقفين من شويه واحنا بنتكلم في موضوع انه اخرنا ان احنا نفتح التلفزيون. طيب انا كواحد في الغرب اصلا، انا عايش في امريكا، افتح التلفزيون واقعد اقلب كلهم بيقولوا نفس الكلام. مفيش حاجه. انا خلاص اتزرع في دماغي مين العدو ومين الكويس. انا كواحد عايش في امريكا، ومن اللي انا بستقبله من الاعلام بتاعي، انا اتزرع في دماغي فكره معينه. الفكره دي اتغيرت دلوقتي. الفكره دي
يعني ما بقتش موجودة. لسه في ناس مغيبين اكيد، وفي ناس بتعاند، لسه في ناس عارفة لسه. في ناس عارفة الحقيقة وبتعاند. بس لا، مين كسبنا قد ايه معانا؟ كسبنا كام شخص مدرك على الاقل خلاص. ان شاء الله ده مش ان شاء الله مش هيعملوا ده، ان شاء الله مش يعني الموضوع هيتقفل في وشهم بسبب ان احنا كلنا بقينا شايفين اللي بيحصل. ما عادش زي الاول اللي هو ادخل خد الارض ويجري. لا، ما عادش فيه الكلام ده، احنا بنتفرج عليك وانت بتاخدها، مش هنسيبك تاخدها. فده يعني ما علينا، يعني ما علينا من ده. احنا عاوزين ندخل اكتر في اعماق التغيير اللي بيبدأ من الفرد وبعد كده بيوصل يعني للبشر. خلينا متفقين ان التغيير اللي حصل دلوقتي بجد تغيير ما كانش متوقع ابدا ان هو يحصل في فترة قد كده، فترة صغيرة جدا حصل فيها تغيير كبير جدا جوانا. شوف عقلية الشباب، او طريقة تفكير الشباب قبل اللي حصل وبعد اللي حصل. بجد التغيير الجذري اللي حصل فينا كلنا في خلال فترة قصيرة جدا ده شيء يعني حاسه شيء كبير جدا. بس خلينا برضو يعني نذكر حقيقة انه التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، او ان التغيير مش بيحصل في الفترة الصغيرة دي، ولو حصل فللأسف هو بيكون مؤقت زي ما حصل قبل كده. فاحنا المفروض نعمل ايه، او ازاي فعلا نوصل لتغيير حقيقي بمرور الوقت؟ نقدر نقول ان اللي بيحصل دلوقتي ده شرارة او بداية للتغيير الحقيقي. المرة دي تغيير حقيقي، بس دي لسه البداية. يعني مش عايزنا نفكر ان الاحداث دي هتخلص دلوقتي، ما ولو اعتقدش. خلصت دلوقتي فلسه في تبعيات للموضوع. والموضوع محتاج مننا احنا الاول ايمان وثبات زي ما احنا، ومعلش ان احنا نيجي على نفسنا شوية، وان احنا نفضل نستمر آه على كل اللي احنا بنعمله دلوقتي. لكن هنيجي بعد فترة ده هيبدأ يضعف، وده هيبدأ يضعف، وده هيبدأ يضعف، هيحصل نفس اللي حصل في كل المرات اللي فاتت. يعني شوف، انا عاوز اقول لك يعني نقطة التغيير فعلا زي ما انت قلت ان هو هيظهر بعدين، ممكن تكون واصلة لدرجة ان الموضوع يختفي. يعني يا رب ده ما يحصلش، بس ممكن الموضوع فعلا يتقفل عليه. انا بتمنى انه يتقفل عليه بشكل واحد بس، ان الجزر تقف، لان بجد كفاية. يعني بتمنى ده اللي يحصل. بس حتى لو الموضوع هدى وبقى هادي خالص وسكتنا، ما هو مخلصش. ده مخلص من جوانا خلاص. الوعي بتاعنا بقى عنده ادراك معين. عينينا، الذاكره بتاعتنا خلاص يعني حفظت مشاهد وحفظت حاجات. الحاجات دي مش هتروح من دماغنا. يعني الحاجات، الواحد يا كان عم ناسي يا ان عم القضية دي يا عم خلينا نقول ان احنا هنعيش عمرنا ونموت. في اجيال في اجيال هتكون موجوده، هي اللي ممكن تعمل فرق. مش شرط الفرق يجي من عندنا احنا. يعني احنا دلوقتي ممكن كلنا اللي موجودين دلوقتي وكبار وواعيين وبنحاول وبنعمل كل اللي في ايدينا المتاح لينا، ممكن كلنا نموت، نوصل خلاص احنا الموضوع سكت، فضل ساكت مثلا لحد ما احنا متنا. الناس العيال اللي موجودين دلوقتي دول هم اللي ممكن يجيبوها بقى. هم اللي دلوقتي، انا بقول لك يعني وانا صغير كان كل اللي انا عارفه مشاهد بسيطة جدا، وده كان طبيعي وقتها ان مفيش حاجة منتشرة. انما دلوقتي العيال صغيرين وشايفين كل حاجة. دول هيكبروا على ايه؟ دول هيكبروا ان دي ارضنا كلنا، مش ارض اللي جوه دول بس. واتمنى الموضوع يكون في جيلنا احنا يعني ما يستناش اكتر. بس اللي انا بتكلم فيه انه يعني ما نتخدعش بالتغيير اللي حصل دلوقتي ونسكت على كده. لا، دي لسه بداية التغيير. وده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا بس محتاجين ندرك ان دي هي البداية. بدأنا نعمل ده. اقتصاد البلد دلوقتي احنا نقدر نعليه احنا كأفراد، ودي حاجة احنا ما كناش مقتنعين بيها او مصدقينها. لا، احنا دلوقتي كأفراد لما بدأنا ندعم منتجات معينة، احنا عارفين ان احنا ممكن نقوم البلد دي بأفعالنا احنا كأفراد. واحنا ما كناش مستنيين حاجة من نفسنا. انت متخيل احنا كنا قاعدين كده مستنيين ان الدنيا تبقى زي الفل؟ بس دلوقتي لما ادركنا فكرة ان احنا ممكن نأثر على حياتنا احنا، بدأنا ناخد افعال. وده اللي انا بتكلم فيه بقى، انه نكمل. احنا نكمل التغيير اللي حصل الفترة دي في تفكيرنا، ما هو الا بداية لان احنا نغير افعالنا. فهي دي الفكرة.
وهي دي فكرة الجملة اللي بتقول لك ان التغيير بيبدأ من داخلك. الجملة دي ناس اللي هو تقول لك يا عم خليك واقعي، داخلك ايه؟ يعني انت لما تغير داخلك ايه اللي هيغير الظروف اللي حواليك؟ دلوقتي كلنا بقينا شايفين انه التغيير اللي حصل جوانا غير كل الظروف اللي حوالينا حرفيا. الحاجات اللي بدأت تشوفها نجاحات واهداف انت نفسك توصل لها. اهدافنا اتغيرت. بالظبط. اهدافنا اتغيرت. فتخيل انه انت غيرت منظورك انت بس من جواك، فغيرت حرفيا صورة العالم كلها حواليك. انا عندي 3 سكريبتات لفيديوهات كانت مكتوبة وكنت اصورها، مم. اتكنسلت بسبب اللي حصل، بسبب ان كنت هتكلم عن حاجة تابعة لشركة بشكل مباشر بتدعمهم. انا نفسي ما قدرتش اكمل. هو كان مسلسل، كنت اتكلم عن مسلسل معين. مم. انا نفسي ما بقتش قادر اكمل المسلسل. انا خلاص ما بقتش قادر اشوفهم غير كده. يعني احنا فعلا يعني نظرتنا حتى للبلاد بتاعتهم اتغيرت، نظرتنا هم لبلدنا، هم نظرتنا لبلدنا اتغيرت. وغير نظرتهم هم لنفسهم برضه ده اتغيرت. هم عرفوا حقيقي، ان كل ده اللي حقيقي. هم بانيين عليه كل حاجة طلع وهم. تخيل تبقى كله عايش طلع كل وهم. سنين حياتك دي بتدفع فلوس، وبعدين فجأة تدرك ان الفلوس دي بتدفعها عشان تروح يعني الحمد لله، الحمد لله ان احنا قادرين نعمل التغيير ده، وهو مش قليل. يعني احنا ما نحسش ان هو كبير، ما نحس ما ياخدناش الاحساس بان احنا عملنا انجاز، بس في نفس الوقت هو مش قليل، هو مش قليل. عايزين نوازن بين الفكرتين. فكرة ان انت عملت حاجة ولا لا؟ انت اكيد عملت حاجة وبتعمل حاجة وهتعمل كتير. ومش قليل. فكرة بقى انت وصلت اللي انت عايزه؟ لا، مستحيل. انت ما وصلتش لسه اللي انت عايزه، فما تهداش. انت لسه بتبدأ، بالظبط. انت في اول طريق ان انت توصل للي انت فعايزين عاوزه. نفرق بين ايه ده احنا عملنا حاجة وبين احنا لسه بنعمل حاجة، احنا لسه بنبدأ نعمل حاجة. فاول خطوة هي اللي احنا بناخدها دلوقتي. احنا ادركنا خلاص التأثير اللي احنا ممكن نأثره على الاقتصاد اللي بره واقتصاد بلدنا احنا، على قوتنا احنا. طبعا الاقتصاد هو القوة دلوقتي، وده اللي اكتشفناه انه مفيش منظمات لأي حاجة في الدنيا، لأن الشيء الوحيد اللي بيملك حقوقه دلوقتي هو القوة. فمحتاجين نحط نفسنا في مكان تاني في العالم ده، وده مش هيحصل غير لو كل واحد بدأ بنفسه. انا عندي منظور تاني الصراحة للنقطة دي. ايه؟ لسه ادركته وانا بكتب سكريبت الفيديو. لسه من يومين. يعني انا قبلها ما كنت شايف النقطة دي. انا كنت خلاص فقدت الامل في الانسانية وفي البشرية وفي احساس في حوار ان احنا عندنا حقوق والكلام ده. انا كنت فاقد الامل فيها الصراحة. ولكن ادركت ان ده برضو مش بشكل مطلق. يعني احنا كافراد لسه عندنا الاحساس بيها. يعني انت ابو بكر عندك الانسانية دي، في واحد عايش في امريكا عنده الانسانية دي. حلو، تمام. يعني احنا كافراد جميل كاشخاص. قوي. بس الفكرة بقى، انما اللي متحكمين بقى فوق ما هي دي الفكرة. هم اللي بيتعاملوا بالقوة بس. الأفراد دول طيب هم عندهم إنسانية، عملوا بيها إيه؟ تحس إن هم مش قادرين يعملوا حاجة. الفرق لأن هيحصل اللي ماسكك بالوقت. بالظبط. شوف من الاخر بالذات مثلا. انا مش عاوز نتكلم في السياسة الصراحة، بس خلينا ناخدها بشكل منطقي. في امريكا اللي يعني يا رب ده يحصل، وبنتمنى ده يحصل، ان النظرية دي تحصل، ان دلوقتي الداعم لقضيتنا من المترشحين هو اللي ممكن يكسب، لان في شعب كتير بقوا مع القضية. فاهم الفكرة؟ هم دلوقتي ماشيينها بان الاغلبية من الشعب هم اللي بيتحكموا في مين يكون موجود. فنتمنى ونحسب عند الله ان الاغلبية تكون في صفنا، وده ممكن يحصل تفريق في المستقبل حتى لو كان البعيد. كده تفريق يعني. تفريق ايه؟ انت قلت ممكن يحصل تفريق، يحصل فرق. قلت فرق ولا تفريق؟ اصلا يعني كلمة تفريق انا جت في بالي التفرقة اللي بينهم دلوقتي. لا لان هما بالفعل في فرقة بشكل ما. هم ادركوا ان حياتهم كانت ماشيه في طريق غلط خالص. هم ادركوا. انت تخيل تصحى في يوم تلاقي ان انت كنت بتدفع فلوس في حاجه زي دي. انت متخيل؟ فلا، في فرق بيحصل في حاجات. ان شاء الله هنشوف كل ده. اتمنى نشوفه واحنا عايشين، وبتمنى اللي بيحصل دلوقتي يقف، عشان كفايه يعني كفايه. من الحاجات اللي كنت عايز اتكلم فيها الصراحة،
خلينا نمشي بالترتيب تاني. بعد ما الواحد أدرك تأثيره، وبعد ما الواحد بدأ إن هو ياخد أفعال، الشخص ده بدأ إن هو يؤثر على الناس اللي حواليه. فهنا نيجي لفكرة أنت إزاي تأثر على اللي حواليك. فممكن نتكلم عن صناع المحتوى اللي بيأثروا، ممكن نتكلم عن الأفراد اللي احنا بنقابلهم عادي في حياتنا، الأفراد اللي في حياتنا. يعني ممكن نتكلم من ناحية السوشيال ميديا، وممكن نتكلم من ناحية الحياة مم. الواقعية. آه، من ناحية السوشيال ميديا، الناس للأسف ناس كتير جدا بتبدأ تشكك في النوايا، اللي هو انت بتركب الترند وانت مش عارف ايه. يعني في ظل كل اللي احنا فيه، احنا ماسكين في بعض. انا عندي غضب كبير قوي من حاجات كتير بتحصل على السوشيال ميديا. حاولت اوجه الغضب ده في فيديو. هو لسه يعني السكريبت اتكتب، لسه هيتصور وينزل، معرفش بقى هيكون نزل بعد البودكاست ده ولا قبله. حاولت اوجهه بشكل ايجابي برضو، ان انا اوصل للناس فكرة ان نفس الحاجة ممكن يكون ليها اكتر من منظور. يعني احنا دلوقتي بنبص على فلان اللي طلع واتكلم بيدعم القضية بتاعتنا. هو فلان بيننا انا وانت دلوقتي يا ابو بكر. انت هتبص له من زاوية ان هو تمام، ده في صفي، حتى لو انا مش متفق معاه 100%، حتى لو هو اساء ليا قبل كده، حتى لو كان انسان مش كويس من وجهة نظري الشخصية، هو دلوقتي بيدعم القضية. تعالى اركب معانا، انت معانا، انت في صفنا. حلو. انا بقى ممكن ابص له انه ايه ده يا عم، هو انت جاي تركب الترند؟ هو انت جاي تعمل احنا كده خلاص هنسامحك على اللي انت عملته قبل كده؟ انت نسيت لما عملت ما اعرفش ايه وعرفش ايه وما اعرفش ايه. وده احنا مش محتاجينه دلوقتي خالص. اللي هو اوكي يا عم، انت هتنفعنا؟ انت عندك منصة فيها يا عم فيها مليون بيسمعوك. يا عم مليون، انت فاهم يعني ايه مليون؟ انا بقى مش بتكلم على الناس الكبيرة بس، انا بتكلم على ان الناس عموما بقت تشكك في النوايا، في نوايا بعض. فاللي مضايقني دلوقتي، يعني يا عم شوف تعامل الرسول زمان مع المنافقين اللي كانوا حواليه، واللي مفيش حد طبعا عارف مين المنافقين دول من الصحابة. كان بيعملهم ازاي؟ كان بيعملهم بالظاهر منهم. الظاهر منهم ايه؟ مع انه عارف ان هم منافقين، بس عمره ما عاملهم بده، بيعملهم بالظاهر منهم. فتخيل بقى، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو عارف ان دول هم المنافقين. فانت بتتعامل كده مع اخوك اللي بيعمل حاجة صح. يعني الظاهر منه دلوقتي حاجة صح، الحمد لله بيعمل حاجة صح. اشكك انا في نيته ليه؟ يا عمي حتى لو نيته غلط، حتى لو هو فعلا عايز يركب الترند مش اكتر، بس بيعمل حاجة صح، ساعده. تعال بقى في الناحية التانية، واحد نيته فعلا ان هو، يا اخي دمه محروق من اللي بيحصل فبدأ من خلال العواطف دي او الانفعالات دي ان هو يوجهها بشكل غلط، فيعمل حاجات غلط تنفر ناس من الحقيقة. فهو بنية سليمة بيعمل حاجة غلط. ده ادعمه ولا لا؟ انا لا، عارف ان هو نيته سليمة، ما بس دام بتعمل حاجة غلط، اقول لك لو سمحت اقف هنا. بالظبط. اللي انت بتعمله ده، انت فاكر ان دي نصرة لينا، بس انت كده بتضرنا. ولا يمت لينا ولا لقضيتنا بأي صلة. بس عايزين نوعيه، ودي فكرة بقى في التأثير م. من ناحية فعلا الناس المؤثرة. طريقة التأثير ايه، او طريقة النصح ايه؟ ان انا لما اجي اكلمه بشكل، سواء بقى الشخص المنافق اللي بيساعدني، او الشخص المنافق اللي بيدعمني بشكل ما، ده بافتراض ان هو منافق، يعني بافتراض ان هو منافق. طريقة نصحي ليه ممكن هي تسبب العائق التاني للتغيير. ايه هو؟ العناد. احنا قلنا ان في ناس عارفة الحقيقة بس بتعاند. في ناس كتير بتعاند فعلا. وده طبيعي فينا للأسف كبشر. مش عايز اقول ان هو ده الطبيعي فعلا، بس هو ده شيء غلط، محتاجين ان احنا بس نعرف نتعامل معاه ازاي. طريقة نصحك بقى للشخص ده ممكن تغير تماما رد فعله. طب الشخص اللي فعلا نيته سليمة وبيعمل حاجة للأسف هي غلط، بس هو فاكر ان هو كده بينصر دينه. عارف انت بقى لما تروح تشتمهم ومش عارف ايه، اصلا انت بتشتم ناس هم ممكن يفهموا الموضوع يبقوا معاك. انت متخيل؟ يا عم ربنا بيقول في القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طب بيقول لي كمان ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن.
طب ما كل ده ايه الشخص قول. كمل بس يعني. انا يعني تمام، انا معاك في اللي انت بتقوله. حلو. بس عندك تعليق؟ لو هم اللي بدأوا هما اللي بدأوا دي حاجة، بس احنا يعني، عندنا. لا انا عاوز اوضح بس يعني، قول. اللي هم لو هم بدأوا وشتموا، لا انا هشتم عادي، انا هشتمهم عادي. طيب احنا بقى عشان انما لو انا اجي من نفسي شوف سيبك يعني. كمل انا كلام. بتكلم فكرة ايه، ان احنا بنهاجم مم. بنهاجم حتى الناس اللي عايز تفهم فعلا، مجرد ان ده شخص. والله يا عم احنا بنهاجم بعض صباح الفل. انت لو احنا بنتكلم على بنهاجم بعض، بعض. لو بتتكلم على بعض من نهاجمش بعض. يعني لو مثلا، حتى لو في واحد بيدعم القضية معايا، بس هو بيعمل الغلط، يعني بيدعمها بطريقة غلط، مثلا انا شايف ان هي لا تمثلني، ما اروحش اشتمه. انما لما يجي حد منهم هم من الطرف التاني، العدو اصلا، لا انا اشتمه واشتمه. بس ما علينا. فكرة نقطة ان انت قلت ان احنا نحاول يعني انت قصدك توصل فكرة ان لو حد من طرفنا غلط في الطريقة اللي بيعبر بيها عن حاجة في صالحنا، نحاول نحتويه بدل ما نهاجمه. تخيل انت بقى حد من الطرف التاني او حد من مؤيدين الطرف التاني، هو من مؤيدينهم ليه؟ بكل بساطة لان هو مثلا مغيب، مش واصل له الصورة الحقيقية. او فلما واخد فلوس حلوة. خلينا اه، نحط افتراض ان هو مش واصل له الصورة الحقيقية، اوكي. فلما يلاقيني انا بتعامل معاه كده، ازاي هيوصل له الصورة الحقيقية يا مو؟ مم. ازاي هتوصل له؟ مم. طب ما انا محتاجه معايا. مش بتكلم بقى ان هو واحد من الاعداء، لا بقول لك واحد من اللي بينصروهم لان هو مش واصل له الصورة الحقيقية. وناس كتير جدا كده من مشاهير الاجانب مثلا. شوف هو يعني في مثال جه في بالي دلوقتي. موضوع المذيعة اللي انتشرت، بتاعت مش عاوز اقول اسماء قنوات، بس هي قناة معروفة، CMM. كانت ايه حوار المذيعة؟ عملوا مشهد تمثيلي، ما شفتوش انت؟ لا. المذيعة عملت مشهد تمثيلي ان في اه حاجات ده كان في الاول ده. اه شفت تمام. المشهد ده ايوه. عند المعبر بقى في مصر. حلو. المذيعة دي كانت موجودة. مم. ما شفت انت موضوع البنت رحمة؟ لا. رحمة مصرية هي، وكانت موجودة هناك وشافتها في التجمعات. كان في تظاهرات هناك تبع الموضوع وبتاع، وكان في كريم اسماعيل، أيوة. كريم السيد. كريم اتلخبط دايما بينهم. كريم السيد كان موجود هناك وصور، وجو حطاب صور برضو الموضوع، وكذا حد صور. هي شافتها، رحمة دي شافت المذيعة دي واقفة، فهجمتها مم. بس بالحق. تقريبا شفت حاجة زي كده. يعني حلو. دول يعني الناس مش بقى، بص، فاهم الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول الناس اللي يستاهلوا ايه اللي اللي يستاهلوا حصل. الشيء ده. لا، ما هو ايه اللي حصل بقى لما هي هجمتها بالحق والكاميرات كلها بتصور؟ مم. المذيعة صورت معاها، عملت معاها لقاء، حلو. ونزل على القناة. وبعدين بس نزلوه على قناة ايه بقى؟ ايه؟ CMM العربية. مم. واصلا رحمة بتتكلم انجليزي وعاوزة توصل، وما نزلوش على التانية. انت فاهم الفكرة؟ اوكي. انتوا بتعرفونا اللي احنا عارفينه. يا عم دول الناس اللي بيحاولوا يوصلوا الصورة الغلط، لكن انا بكلمك عن الناس اللي عايزين يوصلوا للصورة الحقيقية. دول موجودين. الناس اللي بيوصل لهم الصورة دي مين؟ يعني في ناس بيحاولوا يوصلوا صورة، دول مم. هم اساس الفساد، تمام؟ او اوكي. دول اللي فعلا ماشي. بيساعدوا ان الفساد ده ينتشر. قابضين كويس. والناس اللي قابضين كويس. اه والناس التانية اللي بيوصل لهم الكلام ده هم فعلا مش واصل لهم حاجة تانية، مش واصل لهم حاجة تانية. عامة الشعب يعني، ولا بيدافعوا برضو عن ما هم التانيين؟ بيدافعوا عليه عن التانيين لو قلنا ان هم من عامة الشعب. انا الصراحة وجهة نظري دلوقتي ما واتمنى ده يكون حقيقي، ان مفيش حد من عامة الشعب بيدافع عن التانيين. هو دلوقتي الموضوع فعلا بدأ يكون فيه وعي اكتر. ليه؟ الحمد لله. لان احنا قدرنا نتعامل معاه بشكل الحمد كويس. لله. لكن لو كنا بنتعامل دايما بقى بنفس مم. مبدأ ان احنا لا احنا بنهاجمهم وبنهاجم اي حد منهم من غير حتى ما نبدأ ان احنا نحاول نفهمه فعلا الصورة الحقيقية، او باندفاع. مم. الموضوع ده كله يعني هيأثر اكيد على رؤيتهم بشكل عام لينا احنا. هنبدأ فعلا بالنسبة لهم نكون همج والكلام انا ده. الصراحة معاك 100% في موضوع ان احنا اصلا عاوزين نكسب، فبالتالي بنحاول نكسب الطرف اللي قدامنا ده. فما ينفعش مثلا يجي يتكلم فاقوم شاتمه وماشي وسايبه، او قافل الدنيا في وشه وخلاص. لا، انا فعلا احاول افهمه اللي عندي. لو هو ما فهمش اديله على دماغه وامشي عادي.
يعني فاهم. بس خلينا في نقطة احنا في بعض يعني كده كده. آه الهدف من كلامنا ده ومن نقاشنا ومن إن ده ينزل على السوشيال ميديا، تعاملنا مع بعض. ان ده يوصل لينا لمجتمعنا احنا. صح. يعني مش هدفنا ان احنا نبص على الطرف التاني خالص دلوقتي. نبطل ان احنا نحكم على بعض بس. نبطل نحكم بالظبط. يعني حتى الحكم يعني مش شرط من غير هجوم حتى يا جماعة. ما تحكموش على بعض غلط، ما تحكموش على بعض اصلا. ليه بنعمل كده؟ ليه بنروح نبص من الزاوية السلبية مش العادية؟ حتى مش هقول لك الإيجابية. يا عم بص من الزاوية العادية. ليه تاخد الموضوع اكستريم سلبي؟ يعني ليه تاخد الموضوع كده وتروح من الهجومي؟ انت رايح بس تهاجم ورايح تتخانق اخواتنا برضو دول اخواتنا. بقى عندنا سوء ظن مش طبيعي. هو شغال كده. لا شغل. اوكي. كل واحد بيشوف التاني عمل ايه وما عملش ايه ويبدأ ان هو يحكم عليه. لا بجد في حاجات. يعني الفيديو برضو اللي انا كتبته فيه امثله انا بجد بتضايقني جدا، بغض النظر مثلا عن موقف صلاح، موقف باسم يوسف اللي كان فيه اعتراضات كتير عليه، مع ان الكلمه ممكن تفرق من اي حد ايا كان انا متفق معاه شخصيا او لا. ادم هو بيأدي في الطريق بتاعي، بيأدي في هدف القضيه. تمام. اخده واقول له تمام يا عم كتر خيرك انت عملت اللي عليك، حتى لو كان من وجهة نظري ان كلامه بارد او كلامه قصده بيه ان هو يركب ترند او ايا كان. سيبك من دي دلوقتي. احنا بقينا بنمسك. احنا ليه دخلنا من موضوع التغيير لموضوع ان احنا بنمسك في بعض؟ ما اعرفش، بس موضوع المنظور ده مهم قوي صراحة. يعني حاجة اهراني بجد ان في مشهد نزل، ما اعرفش انت شفته ولا لا، لبنت طالعة من تحت الانقاض. الحمد لله انها عايشة. دي اول حاجة انا فكرت فيها. انا هفكر في ايه تاني؟ انا ما شفتش حاجة تانية في المشهد اصلا غير ان الحمد لله انها عايشة، والحمد لله ان في ناس عايشة، والله يرحم الناس اللي ماتت، والله ينتقم من السبب. ده كل اللي انا فكرت فيه كإنسان، كمؤمن، كأنا. الاقي ناس منزله الفيديو، والله حاجة انا ما شفتهاش اصلا لما شفت الفيديو. يقوم بقى قايلين ايه؟ شوف الذكورية السامة، اخوها لما شافها طالعة من تحت الانقاض راح قلع التيشيرت ويغطيها بيه. انت عاوز يعمل ايه؟ هي عاوزة ايه؟ انت مالك؟ بص، عايزين برضو نوضح فكرة انه اللي ما يتسموش وسطنا في السوشيال ميديا، ده 100% بشكل كبير ده 100%. جدا، وهم اللي بينشروا اصلا الافكار دي. انا شفت فيديو لواحد لسه والله امبارح تقريبا، ريل كده على السريع، بيقول ان هو بيتكلم في فيديو ليه هو اصلا، فاتنين دخلوا عنده في الكومنتات. مش عارف بقى، ممكن تكون شفت الفيديو ده ولا لا، تبعتهولي. اتنين دخلوا عنده في الكومنتات، واحد حاطط صورة علم فلسطين وبدون اي مبرر، بدون اي مقدمات، داخل يتكلم عن تاريخ الاردن وقاعد ان هو يشتم فيها ويشتم في اهلها. اوكي. جا واحد في الردود حاطط صورة علم الاردن ويبدا ان هو يرد عليه ويشتم ونفس الكلام. هو ما انا مش فاضلكوا الصراحه. عمل لده بلوك وجاله اختيار اللي هو ايه، اعمل بلوك لكل الحسابات اللي ممكن تكون متعلقه بالحساب ده او صاحب الحساب ده بكل حساباته، فتمام. جه دور على التاني ما لقاهوش اصلا. اوكي. ده نفس الاكونت اصلا. نفس الاكونت. فليه؟ ده اكيد مش هنتكلم عن ان ده شخص عربي مختل عقليا او شخص عربي فعلا عنده عقدة نفسية ما مخليه عايز ان هو يوصل لحاجة زي كده. مستحيل. فعايزين برضو ندرك احنا ندي ليه قيمة وايه اللي ما نديلوش قيمة، لان هم وسطنا وهم بيحاولوا يزرعوا الشيء ده وسطنا. احنا بنبدأ نشكك في تأثير كل، مش هقول بقى كل الشعوب، احنا كشعوب احنا عايزين، احنا نبدأ بقى نتهم الدول، نبدأ ان احنا نتهم الدول. والموضوع ده انا عندي غضب شديد جدا من اللي بيحصل في السوشيال ميديا ده، والصراحة مش حاسس ان انا عاوز اتكلم عنه بشكل مباشر كده من غير سكريبت، عشان لو اتكلمت الدنيا هتبوظ. يعني انا عندي غضب مسيطر عليا اكتر من ان يعني اوكي انا كتبت سكريبت خلاص عن الموضوع ده وهتكلم عنه في فيديو، بس انا واخد بالي من السكريبت مكتوب فيه. كنت بحاول وراجعه تاني وراجعه تالت وراجعه رابع عشان ما ازعلش حد.
انما اللي بيحصل يعني اوكي، خلينا نفترض ان في هم وسطنا، هم مزروعين وسطنا بالشكل ده، وده 100% حقيقي. وده هم بيفضحوا نفسهم، يعني هم واضح قوي من فكرة الشخص اللي هم حاطينه بيتكلم بالعربي بيننا ده، اللي مشهور عندهم ده. كل الفيديوهات اللي انا بشوفها بشوفها ليه كلها شتايم فيه والله. بس يعني فكرة ان هم عاملين ده معناه ان ليهم فعلا ناس كتير تانية، ليهم كتير وسطنا. وشفنا على فكرة، شفنا برضو امثلة في بنت طلعت وبتتكلم بلسانهم وهي عربية عادي ومسلمة ولابسة حجاب، وفي كتير. فده ما نستبعدش ان هم يكونوا موجودين برضو في حسابات وهمية على السوشيال ميديا. فاحنا نقدر نعمل ايه كأفراد لما نشوف حد بيقول تعليق شبه التعليقات دي وبيشتم في دول معينة او في شعوب معينة او في ايا كان هم مين؟ نفتكر في الاول في الاخر ان احنا كلنا بنجتمع تحت حاجة واحدة، وهي اللسان العربي. وغير اللسان العربي فغالبا بيكون الاسلام، وغير الاسلام فاحنا يعني نرجع برضو للسان العربي. حتى لو كنا ديانات مختلفة فاحنا عندنا نفس الهوية العربية، احنا كلنا شبه بعض، احنا كلنا في الاول في الاخر اهل، كلنا اخوات. فلازم نحط الموضوع ده في دماغنا دايما، وان اي حد بيتكلم بشكل سلبي بالطريقة دي غالبا هو مش مننا أصلا. هو مش مننا اصلا. يا اما بقى يعني انا لما الاقي حد بيعمل كده وانا اقوم ماسك فيه وقاعد اتكلم، وهلاقي تالت ماسك فيه، طب ما هتفر كده مننا وهتلاقينا كلنا بنشتم بعض كافراد. اصلا احنا بدأناها كافراد. انا مؤمن من المنصورة، ابو بكر من دمياط، فانا شتمت ابو بكر شتمني، ففي واحد كل اهل دمياط وكل اهل بالظبط، المنصورة فكده خلاص مسكنا في بعض المحافظتين. ما ينفعش يا جماعة، يعني ما ينفعش. لازم ناخد بالنا ان احنا كلنا في فرق بيننا قد ايه يا ابو بكر؟ ساعة؟ جيت لك في ساعة. انا بيني وبين ابو بكر ساعة واحدة، ساعة ونص. نفس الناس اللي بتركب معانا في المواصلات هم اهلنا وهم الناس، كلنا شبه بعض يا جماعة في الاول في الاخر. فلازم نفوق وناخد بالنا من الموضوع ده. محتاجين نحط اولويات للحاجات اللي احنا المفروض نفكر فيها دلوقتي، والمفروض ان احنا نتجنبها. يعني احنا المفروض نشوف احنا بنعمل ايه وايه اللي المفروض نعمله، ونبطل يعني نركز مع بعض وفلان عمل ايه وفلان ما عملش ايه، لان الموضوع ده هيخلي التاني حتى لو هو فعلا مقصر في شيء معين ان هو زي ما قلت لك. يعني دي فكرة، ده اللي دخلنا اصلا في الموضوع اللي احنا دخلنا فيه كله، فكرة ان انت بطريقة كلامك او بطريقة نصحك ليه انت تمام، نيتك كويسة، لكن انت بتعك الدنيا للأسف. بافتراض ان في فعلا فئة مثلا مقصرة، المفروض ان احنا واجبنا ان احنا لا نفضل نحاول ان احنا نمسك في بعض بدل ما احنا مش نمسك في بعض، نتماسك. بالظبط، بدل ما نمسك في بعض بقى. اوكي تمام. وصلت كده، نمسك في بعض بدل ما نمسك في بعض. اوكي. فهي دي الفكرة. لكن احنا ايه اللي احنا بنعمله؟ احنا بنركز مع بعض قوي، وفلان عمل ايه فلان ما عملش ايه، وبنبدأ ان احنا نهاجم بعض. يا حبيبي مش وقته يا بابا، مش وقت، انا مقصر. طب ما مش وقت انك تهاجمني، خد بايدي ما تهاجمنيش. مش فاضي تاخد بايدي، ما تهاجمنيش اصلا. احنا بنتشتت بسرعة قوي عن الهدف الاساسي بتاعنا. يعني احنا عندنا هدف وهو القضية، احنا بنتشتت ونفضل نمسك في بعض ونشتم في بعض ونتخانق ونشوف وننظر على بعض ونطلع. وده هدفهم. يعني حتى لو ما كانش هدفهم يا جماعة على فكرة، يعني انا شايف ان ده موجود من قبل ما الموضوع ده يحصل. احنا طبعنا من قبل الاحداث الاخيرة احنا طبعنا السلبية، احنا طبعنا خلاص بقت السلبية. فلا يا جماعة، التغيير ده لازم يحصل من الفرد. انت لو يعني انا كمؤمن على فكرة انا شفتها من شهور كمان، ممكن في شهر 6 اللي فات جالي تعليق على القناة من شخص انا معرفش هل هو يعني منين، بس التعليق كان عبارة عن ايه ده مصري؟ لا انا مش هتفرج على الفيديو. انا عملت ايه؟ انا ما ردتش على التعليق بتاعه، ما ردتش خالص. بس يوتيوب في استوديو يوتيوب عندي بيفضل جايب الكومنتات اللي انا ما ردتش عليها ولا اتفاعلت معاها، بيفضل حاططها لي كده. فهو وتعليق تاني سلبي كان مقصود بيه حد طلع معايا في الفيديوهات مش انا. فانا كل التعليقات اللي بتجيلي بقراها وبتفاعل معاها وبرد عليها وهكذا، فبتختفي. فتبقى لي الاثنين دول، كانوا 2 بس.
ومنهم الواحد اللي بيقول ايه ده مصري مش هتفرج على الفيديو، كان بيقولها بلهجته انا ما اعرفش هو منين، مش عاوز اقول هو منين. آه فضلت التعليق ده فضل قدامي فضل قدامي فضل قدامي، فانا زهقت من ان هو موجود قدامي، قمت شايله، قمت مسحه. انا ما ردتش، ولما لقيته بيتكرر قدامي مسحته. ولو جالي من نفس الشخص تاني هعمل للشخص ده بلوك وبس. وبس ده التأثير اللي انا عملته كفرد. انت على الاقل مع ان على تتخطاه مع فكره نفسك. انا فاكر ان انا كنت وريت التعليق ده لحد، مش فاكر مين الصراحه الشخص اللي انا وريته له، بس قال لي لا رد عليه. مم. قال لي رد عليه ودافع عن كرامته الارض نفسك بقى. واعتقد انه كان قال لي دافع عن بلدك. ان انت مصري. مم. فهمه ان انت مصري، رد عليه بجد. ليه؟ اوكي في بعض الحالات هرد، في بعض الحالات هرد، عندي لسان بعرف ارد، بس مش مستاهله خلاص. لو كنت رديت عليه كان زمانه عمل تاني، كان زمانه جاب ناس معاه وجا فزعة. والله انت لئيم يا اخي، والله انت لئيم. احنا مبدئيا كنا عايشين في السعوديه اصلا، وانا بحب السعوديه جدا الصراحة انا ممتن جدا الفترة اللي انا عشتها في السعودية. بجد. يعني ده احنا بس يعني. التلاتة. ده احنا التلاتة كنا في السعوديه. آه انا السعوديه ممكن اقول عليها وطني برضو عادي، بجد بجد. فكل الحب للاشقاء في الوطن العربي كله. ونفسي بجد ان احنا نبقى وطن عربي واحد. انت عارف ان نسبه المشاهدات عندي على القناه بعد مصر السعوديه؟ مصر السعوديه العراق المغرب. فاحنا كلنا بجد مع بعض، يعني كلنا بنتكلم نفس، كلنا بنفهم بعض. فخلاص يا جماعه يعني خلينا مع بعض ونركز على الهدف بتاعنا. وده جزء من التغيير، ان انا كفرد انا كمؤمن لوحدي اهو منفصل عن المجموعه اللي انا فيها، قررت ان انا ما اردش، قررت ان انا ارد باحسان، قررت ان انا اساهم في اتجاه كويس ويدعم القضيه بتاعتنا. حرفيا محتاجين نطبق مقولة او حديث فليقل خيرا او ليصمت. هنا انت اخترت انك تصمت. ف محتاجين نتحكم في انفعالاتنا، لان انفعالاتنا بتخلي حاجات كتير كده ايه تخرج عن سيطرتنا، وتحصل مشاكل اكبر بكتير من ان احنا نقدر نحلها. الحمد لله. انا شايف التغيير بيحصل، وده المهم. شايف ان احنا نركز بس ونعرف اهدافنا ايه، وندخل القضية في كل حاجة احنا بنعملها، نخليها جزء من هويتنا لحد ما نقدر نبقى موجودين هناك اصلا بنفسنا. انا شايف ده وبعمل ده وخدت الخطوة في ده. انا عاوز اتكلم عن التغيير، انت عاوز تتكلم عن التغيير، عملنا اسقاط على القضية عشان هي جزء مننا وبس. انا شايف ان كلنا نعمل كده، كل واحد يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بتغيير أفكاره ومنظوره وقناعاته، كل واحد يبدأ يتحكم أكتر في أفعاله. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدي مش حاجة في في علم النفس مثلا أو في كتب التنمية البشرية، لا دي حاجة عندك في الدين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما تغير ما بنفسك محتاج ان انت تبدأ تنشر ده مع الناس اللي حواليك، تبدأ ان انت تنشر التأثير، تكون فعلا شخص مؤثر. ومن هنا بتيجي الدعوة، او بتيجي فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ممكن نسميها باسامي كتير، لكن احنا هنا اخترنا نسميها التأثير. أثر الفراشة. أثر الفراشة. وعلى فكرة يعني مش شرط تكون قاصد التغيير والتأثير في غيرك، انت مجرد ما بتغير في نفسك ده بيبان عليك، فغيرك بيشوفه فبيبدأ يتغير. دي من الحاجات اللي بتفرق المؤثر عن المشهور. المؤثر مش بيبقى قصد ان هو يأثر، بالظبط. المؤثر بيبقى هو بيعمل فعل ما، فالفعل ده بيلهم ناس تانية انهم يعملوا نفس الفعل. اوكي. بدون قصد منه ان هو يأثر. وده ممكن نشوفه في حياتنا
العادية اكتر من حياتنا اللي موجودة في الواقع الافتراضي ده في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا. انما انا دلوقتي كواحد موجود على السوشيال ميديا، فانا احاول اخد بالي من ان انا مؤثر، حتى لو يعني انا مش قاصد اكون مؤثر. لا خلاص، انا بقى عندي ناس بتسمعني. انا في دلوقتي مسؤولية انا طبعا. وانت دلوقتي قاعدين قدام بعض، في معانا واحد تالت قاعد بيسمعنا، احنا بنأثر عليه. في ناس قاعدة هنا وعندك هنا حتى لو واحد قاعد بيسمع، ممكن فعلا يحصل عليه، هو اكيد هيحصل عليه تأثير في اللاوعي. فانا لازم ابقى واعي بده، انا كصانع محتوى لازم ابقى واعي بده. لانك بقيت مسؤول عن ده. بس انا مسؤول ان في واحد دلوقتي قاعد بيسمعني، واخد من وقته وبيسمعني، حتى لو كان في وقت بيملى بيا فراغات في اليوم. وده اللي انا بعمله مع البودكاست. انا بستعمل البودكاست كأن انا املى بيه فراغ. بس بطبخ بشغل بودكاست، بتمشى بشغل بودكاست، في طريق سفر بشغل بودكاست، وهكذا. الحاجات دي بتدخل في اللاوعي عنده وهتفرق معاه. انا لازم اكون واعي بده واستغل دوري ده في ان انا انشر حاجات انا مقتنع بيها وشايف ان هي هتعمل تأثير ايجابي، واخد بالي طبعا من الحاجات السلبية اللي ممكن ما كنتش مقتنع بيها اصلا بس بتصدر مني فتعمل اثر سلبي. حاسس ان احنا وصلنا لنقطة كويسة جدا حتى الان. هو انت حاسس ان احنا نختم ولا لسه؟ انا حاسس ان احنا انا حاسس ان احنا وصلنا لنقطة الختام. احنا وصلنا فعلا للختام وان شاء الله احنا لينا عادات كتير جدا الفترة الجاية. يعني بتمنى. محتاج اقعد اتكلم معاك كتير على في الموضوع فكرة أكتر. من الحاجات اللي فرقت في القعدة دي ان احنا ما شفناش بعض وما اتكلمناش بقالنا كتير. صح. يعني احنا الفترة اللي فاتت كنا بنحرق كلام مع بعض طول الوقت، فلما نيجي نشغل الكاميرا تلاقي ان ما عندناش حاجة نقولها. ازيك عامل ايه؟ بالظبط. انما دلوقتي احنا ما شفناش بعض بقالنا شهرين تقريبا على فكرة. لسه بس تعمل اللي خلاني اخد بالي من الموضوع، انا ما كنتش واخد بالي خالص. فلا احنا محتاجين نظبط مواعيد للكلام. احنا محتاجين نتكلم. احنا محتاجين نتكلم ونجيب ناس تتكلم معانا. احنا محتاجين كلنا نتكلم. وعلى فكرة احنا هنجيب ناس تتكلم بجد. يعني هنجيب ناس تتكلم. وعندنا اصلا شقين من البرودكشن اللي احنا فيه دلوقتي، وهو ضمير من ناحية فيجدان. بودكاست احنا يعني في استضافة فيجدان حاليا. اصلا احنا في استوديو فيجدان. والله منورة باللا شيء. دمجنا انتاج اللا شيء مع فيجدان. وعندنا من الناحية التانية برضو بودكاست الفقرة المسائية الجميلة. انا كنت جاي الصراحة بنية ان دي تبقى حلقة اولى حلقات البودكاست، ولكن احنا عملناها حلقة تعتبر مشتركة. حلقة مشتركة. وحاسس ان دي احسن حاجة ممكن تعمل اصلا في موضوع زي ده. ده حقيقي. ككناية عن ان احنا المفروض نكون واحد. بالظبط. ففي النهاية عايز اقول انا حاسس ان انا في بيتي والله. تحرجني. نختم الحلقة. نقول شكرا ليك لو انت وصلت لهنا مبدئيا. يعني لو انت شخص بتسمعنا او بتشوفنا ووصلت لهنا فشكرا ليك جدا. ده على فكرة بيفرق معانا 1000. يعني مش بيفرق معانا بس، لا بيفرق معانا قوي بجد. وبتمنى تكون مستمتع، ده اهم شيء. وبتمنى نكون خفاف عليك. اتمنى نكون بجد احدثنا تغيير ولو بسيط جدا. ولو حتى في ان انت لقيت حد يسليك وانت بتطبخ يعني. مؤمن من الناس اللي بتحب الطبخ كده. انا انتظروني في المطبخ. الطبخ ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة البودكاست ده. نقول اللهم اهدنا واهدي بنا واستعملنا ولا تستبدلنا. شكرا لكم جدا. كان معاكم أبو بكر أشرف ومؤمن بسيوني. وتنسوش تدعوا لأهلنا وأخواتنا في فلسطين. ربنا يرحم كل اللي ماتوا ونحسبهم عند الله شهداء. وإن شاء الله الأرض بتاعتنا وهتيجي وهنوصل اللي احنا عاوزينه. المهم ما ننساش الهدف بتاعنا. وأنا بحبكم وبحب أبو بكر. بحب بسام.
وبتمنى احب نفسي. وشكرا. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسطين حرة. فلسطين حرة بتاعتنا كلها من البحر للنهر. سلام. الحمد لله. الحمد لله. تحفة تحفة. اقفل البتاع اللي هناك دي. جامد. بيقول ايه البتاع ده؟ بس هذا لسه جاي صح؟ لسه كده ايه ده الحياة بره السماعة حياة تانية.